وقت لما تعوز تجيب صفقة سوبر لازم تروح تجيب محمد علي بن رمضان. رمضان جانا وفرحنا ابو بعد غيابه. اهلا رمضان، رمضان جانا. حلقة النهارده هنتكلم عن 4 حاجات. ليه كولر اصر على محمد علي بن رمضان؟ اهم مميزات محمد علي بن رمضان. الخطة وقت وجود محمد علي بن رمضان في الملعب هتكون شكلها ازاي؟ وارقام محمد علي بن رمضان. ما تنساش تودع قلبك وتسيب اللف الحلو اللي زيك وتعمل متابعة، ويلا نبدأ. اول ما تلاقيه جاي، اول ما تشوفيه قولي له انت جيت يا رمضان. محمد علي بن رمضان هو عمره 24 سنة وقيمته التسويقية تصل ل 2.5 مليون دولار. مركزه هو خط وسط وبيلعب برجله اليمين، ومش بيلعب برجله اليمين بس، لا هو بيلعب برجله الشمال برضه. رجل الشمال عنده مش بطالة يعني، بس انا عايز اقول لك كمان ان هو ما بيلعبش في مركز 8 بس اللي هو زي امام عاشور في ناحية اليمين او ناحية الشمال، لا هو بيلعب كمان جناح شمال، لانه في اخر ايامه كان بيلعب جناح شمال مع النادي المجري اللي بيلعب فيه. نتكلم بقى ليه كولر اصر على محمد علي بن رمضان. هقول لك على حاجه بسيطه خالص. تصريح الجوادي لما طلع في الاخر وقال لك كولر دايما كان باصص لمحمد علي بن رمضان ان هو دي كانت القطعه الناقصه في تشكيله النادي الاهلي او في سكواد النادي الاهلي، وكان دايما بيجري ان هو يجيب. دي تلخص لك كل حاجه. اولا ان هو لاعب شخصيه. كلمه الشخصيه دي بتتعرف من حاجات كتير جدا. اولها ان اللاعب ده عمره 24 سنه ولعب لنادي الترجي، وطبعا في خلال ال4 سنين اللي هو صعد يعتبر فيها لنادي الترجي كسب 4 دوري مع نادي الترجي و2 سوبر، وكسب 2 دوري ابطال افريقيا، ودي طبعا خبرات كبيره جدا. غير كده ان محمد علي بن رمضان في السن ده لعب مع منتخب تونس 39 مباراه، وده طبعا رقم كويس جدا بالنسبه للاعب شاب ان هو يلعب كاساسي، وكان مؤثر كمان سواء مع الترجي في البطولات اللي لعب فيها او مع منتخب تونس مع النادي المجري اللي كان بيلعب فيه. وهنيجي نتكلم عن اهم مميزات محمد علي بن رمضان، واقول لك ان النزعه الهجوميه زي النزعه الدفاعيه بالظبط. يعني هتلاقيه هو بيهاجم كويس جدا، وهتلاقيه بيدافع كويس جدا. في ناحيه الدفاع بيقطع كوره ويستخلص كور كويس جدا. من الاخر كده لعيب رقم 8 زي ما الكتاب بيقول. محمد علي بن رمضان من الناحيه الدفاعيه بيقطع كويس جدا، بيستخلص، بيسلم كويس جدا، بيستلم كويس جدا، بيعمل تفوق عددي كويس جدا. وعايز اقول لك على حاجه كمان، ان كولر كان بيدور على القطعه دي لسبب. كولر في ناحيه الشمال دايما كان امام عاشور بيلعب 8، فحسين الشحات بينزل لتحت وامام عاشور اللي بيروح مكانه، او امام عاشور كان بيدخل في انصاف المساحات. فهو عايز يعمل نفس الوضع في ناحيه الشمال، عايز يعملها ناحيه اليمين، يكون عنده حلول اكتر. لان في خطه كولر عموما هو دايما بيعتمد على الثمانيتين ان هم يزيدوا في انصاف المساحات او يعملوا زياده او تفوق عددي سواء على الاطراف او وسط الملعب او في انصاف المساحات. عشان كده كولر فكر في محمد علي بن رمضان، وطبعا دي لاسباب كتير، ومن ضمنهم ان امام عاشور في الموسم الجديد طبعا اكيد هيتمسك، وكل المدربين هياخدوا بالهم من امام عاشور. هيكون عندك واحد زي محمد علي بن رمضان هو اللي يعمل التفوق اللي كان بيعمله امام عاشور. عايز اقول لك على حاجه كمان اخيره، ان محمد علي بن رمضان بعد خروج محمد عبد المنعم واصابه علي معلول ان هو اكيد هيساعد الفرقه في الطلوع بالكره، وده مهم جدا، لان كولر برضه محتاج لعيب زي ده في الوقت ده، لان خروج محمد عبد المنعم عمل لك ازمه كبيره في حته الطلوع بالكوره. واخيرا وليس اخيرا هتكلم عن ارقام محمد علي بن رمضان. وانا قلت لك ان هو لعب مع منتخب تونس 39 مباراه، ساهم فيهم في 6 اهداف، صنع 4 وسجل 2. ومع الترجي لعب 143 مباراه، ساهم في 40 هدف، سجل منهم 34 هدف وصنع 6. ومع الفريق المجري في الموسم اللي فات لعب 40 مباراه، قدر ان هو يسجل 2 وصنع 8 اهداف. اما في الموسم الحالي مع الفريق المجري طبعا لعب 3 مباريات وسجل هدفين. باذن الله صفقه محمد علي بن رمضان تكون سوبر للنادي الاهلي، ويكتب اسم وتاريخ جديد لمحمد علي بن رمضان، وباذن الله الاهلي يستفاد منه ويقدر ان هو يحقق كل البطولات اللي هيدخلها. وزي ما النادي الاهلي باذن الله بيعمل نجوم، باذن الله هو يضيف لمحمد علي بن رمضان ويكون هو نجم النادي الاهلي. وبرشا برشا يا بن رمضان. ما تنساش اللايك والمتابعه. كان معاكم محمود الجندي وبشكركم.